السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم أحبابي الكرام. لمن سأل عني وين الفيديو اللي أمس منزلكوش فيديو بالوقت المحدد ولا وين أنت؟ شكرا لك، أنا أبدي قلبك. واللي يتابعني الآن من خلال الفيسبوك والله إنه لأنهم وصلوني الآن بالفيسبوك ل 2000 متابع، ولكن فضل يا سيدي كمل جميلتك أنا أفدالك مليء. ادخل اليوتيوب عملك بالقناة عمران العمراني، اشترك بالقناة وفعل الجرس فقط لا غير. ندخل موضوعنا طوالين. موضوعنا اليوم على المستشفيات، لأنه أمس أنا صدق أمس أنا حكومة رضا عم كلكم أي فيديو والناس راسلين شي فيديو. أمس أنا حكومة المستشفى لكم المستشفى الآن من جنبه الحالي، والبيت مراعي لي وأصحابي مراعي لي ما هم جاري وأنا رقود دخلكوا بيني زكمة، خرجوك على شكل مائي وأنا بيني زكمة لأنه سرق بالوقت الكلمة الصغيرة بتاع، لأنه المستشفيات سرق خاصة حقالوا أيام تدخل ولا بينك شيء وخرجوك بينك أنواع الأمراض. تدخل بينك زكمة وخرجوك بالعناية المركزة بينك بين الحياة والموت مع باقي أشهد أن لا إله إلا الله تقول فقط لا غير. واحد جنب دخل أولين تمام، قال له يا دكتور أنا أخلقه بلاس الآن ما تبرز لي يومين مع هذا الروش مع ولا كظمه طوالي سلاح عمل له عملية حق بواسير. قالت هذا دكاترة حق إياه الشو كله بياس فقط لا غير. أنا بيني زك ما خرجوني عناية مركزة وفحوصات يعني أخذ دخله 3000 على الأقل. عند الدكتور 4000 فحوصات، 10,000 فحص بول ب5000 بقى 20 عناية مركزة الدخل حق 30 80. أقل حاجة شغل رموه 500,000 300,000 ولا أبوه من مرض حبة برمول علاج هذا كله حبة برمول والله ما غيري. بس لما تدخل عند الدكتور ولا عند المستشفيات، لما تدخل المستشفيات وعلاجات يدلو علاجك بص على علاجات هدية سارح يعني قصاص يروح له هدية أظن الواحد تاني وعاد يقول لك ضروري مرشول له لما صدق حق المستشفى كله ضروري شو له من هذيك الصيدلية لو من الخارج يقول لك هذا شركة ثانية. المستشفى ده يشيله مو خلاص قد تشموت شموت قد تبقى 5 دقائق سرح المستشفى وشموت بالراحة فوق السرير تريحه وما تخرج لك ومهنجم. هذا المستشفى هذا بشكل عام. أما سرحه ولا بينه أي شيء هي الموضوع زك ما ولا إسعافات أولية أيام ما الآن إسعافات أولية ما له حبة حامل ورقة أمه أي مريض وقوم قرحة. أما المستشفيات خلاص طحنا زبيلين منه. الله سبحانه وتعالى للمستشفيات هذا يدي لكم 2 مثل ما دو. يدخلوا قهم بينهم جميع أنواع الأمراض ومفيرسين فيرس صح. مع يدخل المستشفى أول ما يكتب الطبيب بالبيطن يفتقر معه ودرش من المستشفى التقليد. هذا اللي هم السراق اللي هم يخافوش الله. المستشفيات بشكل عام كان من كان طز مالاش ضرب لكم كارت نزع مش استغل الحين لما اللي سمع في فيديو خاصة من راح يقول أن مثلا قدر الله يوم مرضكم إبره ما تكوني ولا كيف. هذه حقيقة لأن نحن نعاني من الشعب اليمني بشكل عام. أمانة خذ لك بالبيت والله إنك تقوم يوم الطريق رعاو كده عمك لك إبرة من إسعافات أولية يعمل لك حتى يكون بينك رأس يعمل لك حبة برمول تقوم قرعة. حتى لو بينك أقوي مرض يعمل لك حبة حامل يقوم قرعة. وعلاجات ضروري علاجات تشيلوهم من الصيدلية حقه لأنهم خاص باسمه نزلين. تخرج لخارج معي أب معي ده اشتغل صيدلية يشرح لي عنده سلفني قال لك لا ضروري تشيل له منه. تلاقيك تخرج أجي لك عسكري ومسالح والله ما تشيل له منه. لما يفقعك رجعه مريض طوالي مريض. أنا أمس عم كوش فيديو اللي أنا جالس عاد روح كل الآن أنا مقعدي ما حد هادي بي لا أمي ولا أصحابي ولا حاجة وأنا جالس عند المستشفى رقود. وعادوا لو لا قدر الله أنا شروح معي أنا اللي زكمة لو فوق كله حلاق شروح معي شو عملية منقص لي الرغبة حقين وروح. لذلك رسالة للمستشفيات
رسالة رسالة للمستشفيات، ورسالة للدكاترة. بصر بلا، احنا بحرب، جوع، مخافة، كل شي فوقنا. لا عندكش نجي لعندكم وانت زود تخسرونا جيب ديك الساعة ميتني ولا تخسرني، وخليك نرتاح. ولا تقول لي فحوصات وتطلعها ونزلة ولا بينهم شي. خافوا الله.